ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وروتين جديد، وربنا يجعل يا رب يومكم ايامكم كلها سعادة وهنا وخير وبركة يا رب العالمين. ربنا ييسر لكم حالكم ويرزقكم بكل اللي نفسكم فيه، اللهم امين. ويجعل لكم من كل دعوة استجابة يا رب العالمين. فيديو النهارده روتين كده كبير شوية، فيديو كبير بس كله طاقة ونشاط بقى وحيوية. قمت كده من الكسل بقى والنوم اللي انا كنت فيه، وقلت بقى كده ايه، اشوف اللي ورايا. من قبلها بيوم اتشمللت وقلت ايه، هطلع كرنب من اللي عندي في الفريزر عشان خاطر عايزه اعمل كرنب. تمام. فقلت اصحى الصبح اعمل كرنب بقى واجهز يعني ايه، آم، يعني اعمل بدري يعني وكده. وعشان خاطر الاقي الكرنب، هو عشان في الفريزر مفرزاه، فالاقيه فك. الحمد لله لقيته فك. رحت اطلع بقى كيس التسبيكه بتاعه المحشي برضو مفرزاها في الفريزر، ما لقيتش، لقيتها خلصانه. رحت اطلع كيس طماطم من اللي مفرزاهم في الفريزر، طماطم بس، لقيتها برضو ايه، نفس الحكايه خلصانه. قلت ايه يوم المحشي النهارده ده انا اصلا ناويه النهارده اقلب المطبخ وانضف واعمل حاجات كتير، زي ما بصور لكم الرخامه متبهدله وعايزه تتغسل، وفي حاجات كتير على الرخامه عايزه تتشال، وفي حاجات من وقت رمضان عايزه تتشال خليتها برضو في العيد، لاني كنت باكل منها برضو، بعمل منها حاجات وكده. وقبلها بيوم اصلا كان عندي فرخه عتقيه من اللي بيبقوا عندي فوق السطح يعني دول، فبحمرها فالزيت فرقع. عارفين يعني، عمل صوت فرقعه كده. الحمد لله بحاجه ما جتش عليا، بس جت بقى على ايه، على كل اللي على الرخامه والبوتاجاز بقى من فوق كده والسيراميك. فبهدل الدنيا، وانا قعدت اقول الرخامه اتبهدلت والسيراميك اتبهدل. وجوز الخض بيقول لي طب انت جرك حاجه؟ اقول له لا، بس هي الدنيا اتبهدلت، يعني انتوا عارفين الزيت والبهدله والحاجات دي. وانا وقتها كنت تعبانه مش قادره انضف، مسحته بس كده. وقلت ايه، تاني يوم هنضف المطبخ. تمام. المهم ما لقيتش اي حاجه في الفريزر تبع المحشي. جيت انا قلت خلاص هروح اخرط بصلتين كده على الكبه واضربهم بسرعه كده. ببص ما لقيتش غير بصلايه، وما فيش عندي طماطم. بصوا دي الشملله بتاعتي الايام دي، اتشملل من هنا الاقي الدنيا بايظه عندي من الناحيه التانية. فما كانش عندي ولادي الكبار، كانوا في ياسين كان في الامتحان. ربنا مع اولادنا جميعا يا رب العالمين، ويوفقهم يا رب. وبسملة كانت في الدرس ده عند المدرسة هناك جنب المدرسة، فكانت برضو يعني ايه بعيد عني. فكان معايا سجدة بس في تانية ابتدائي، فانا ما كنت تعبانة، ما كنتش قادرة انزل بصراحة. ولو نزلت هجيب وهشيل وهجيب حاجات كتير، لان عندي البيت فاضي، فكنت محتاجة حاجات. فقلت خلاص هبعتها. هي راحت جابت لي نص كيلو بصل بس و2 كيلو طماطم، وجابت لي الطعمية. بس كده، مرضتش اخليها تجيب لي حاجات كتير. وكنت ناويه اعمل ايه، ناويه اعمل كرنب بس، ناويه اعمل كرنب بس. قلت اعمل جنبه بيض مقلي، ابعت اجيب مخلل كده. وانا والله ما كنتش قادره انزل. بعت جبت حاجات قليله عشان هي صغيره يعني، ربنا يبارك فيها ما شاء الله عليها، هي في تانية ابتدائي وجابت لي الحاجات دي حاجه. تاني حاجه، احنا السوق عندنا هنا غالي جدا. عشان اجيب حاجه وطلبات بيتي لازم اروح السوق البعيد شويه، باخده مشي يعني كده، بتمشى شويه وبروح بجيب طلباتي كلها من هنا. لكن السوق القريب ده بجيب من عنده نص كيلو كيلو، الحاجات يعني قليله او للضروره بس. وخليتها كمان جابت لي طعميه وفلفل حراق، جبت ب5 جنيه بس كده. تقريبا الفلفل غالي تاني تقريبا، مش عارفه والله هو بكام. بس انا لما بعت بنتي لقيت لا يعني حاجه غاليه بجد. فالمهم ايه بقى، انا الدكتور قايل لي ان البيبي صغنن، وان لازم بقى اتغذى بقى واكل حاجات فيها غذاء بقى عشان البيبي يكبر. انا اصلا او الحامل اصلا ما بتعرفش تاكل الحاجه المغذيه بصراحه، تعرف تاكل اللي نفسها فيه. انا كنت صاحيه النهارده نفسي اكل طعميه وجاهزه، ما اجيبهاش اعملها في البيت، انا بعملها في البيت، بجيبها عجينه واعملها في البيت. لا انا كان نفسي بقى اكل طعميه جاهزه وسلطه وفلفل واعمل سندوتشات. فقلت لبنتي ايه، هاتيلي معاكي طعميه. بصراحه في مطعم واحد بس عندنا هنا في المكان اللي انا ساكنه فيه، الله يبارك له ويرزقه ويبارك في رزقه، مش هقول غير كده. اسمه عم نبيل، ربنا يبارك له يا رب، راجل بجد. يعني حد محترم. لما الحاجه رخصت هو قلل، هو لما حاجه رخصت هو رخص الحاجه. يعني ما كانش في طعميه بنص جنيه، انا عاطيه بنتي تجيب لي طعميه ب7 جنيه، يعني 7 طعميات جابت لي ب6 جنيه. ببص فيهم لقيت كام بقى، لقيت 12 طعميه، يعني في طعميه بنص جنيه بقت دلوقتي. هو عنده الوحيد اللي بيعمل كده، ربنا يبارك له. المهم فطرت بقى وقلت ايه، ادخل بقى كده على المحشي على طول. نقيت الطماطم وحطيت الطماطم الناشفه
في الثبت كده بتاعها، والطريه خدتها عشان اعمل المحشي. ما رضيتش اصور معاكم المحشي عشان الفيديو طويل جدا، وانا مصوره معاكم المحشي من فتره قريبه، فقلت عشان ما تملوش. فانا وانا بعمل المحشي بنتي جت من الدرس، قعدت وريحت كده شويه، ولقيتها نازله، فقلت لها ايه خلاص خدي هاتيلي معاكي ايه بتنجان حراق، بتنجان ابيض متقور وجاهز لان ما كانش فيه وقت، وهاتيلي فلفل حراق هيتحشي. عايزه اقول لكم ان انا قلت لها هاتيلي ربع كيلو، بتقول لي الربع كيلو ب10 جنيه، هو الفلفل وصل ل40 جنيه؟ مش مصدقه، يعني مش عارفه والله العظيم. المهم البتنجان ده مش محروق، ده انا بحب السعه كده من تحت واكله. وبصي جوزي جه قال لي انت هتعملي لنا محشي بس، لا انت هاتي بانيه. بعت تاني جبت بانيه. فالاكل النهارده، اليوم النهارده ملخبط والاكله ملخبطه. ده اليوم اللي بدأ بحاجه وانتهى بحاجه تانية. ان انا والله ما كنت هعمل غير محشي كرنب بس. فلما جيت لقيت جوزي بقى عايز بانيه، وانا نفسي بصراحه في بتنجان. مش بحمر البتنجان بعد ما بيستوي، لا، انا بلسعه بس كده من تحت. عايزه اقول لكم ان هم سابوا كل المحشي ومسكوا في الكام بتنجانه اللي انا محروقاهم لنفسي، والبتنجان المقلي. عملت برضو بتنجان مقلي، بعدت برضو جبته. فبصوا، انا ما بحبش اعمل اكله اجيبها كلها في يوم واحد، ما بحبش كده، وخصوصا لما يكون محشي او بيتزا، بحس بيغرموني كتير. فكانت هتبقى محشي بس، بقى محشي وكرنب، محشي كرنب وبتنجان وفلفل وبانيه. الحمد لله، دي البركه وده الرزق والله العظيم، والحمد لله. اليوم عدى، والف حمد والف شكر. ودي ده رزق يعني من عند ربنا. ربنا ايه رزقني ورزق ولادي بيه، ان يغير الاكل خالص للاحسن. بنحب احنا ناكل بانيه مع المحشي، تمام. اكلنا وقعدنا، لقيت نفسي هنام وهريح. قلت هو الحمل والنوم والكسل عايز مني ايه؟ قومي يا بت على مطبخك. قمت بقى كده قلت خلاص في السهرة اعملهم، عشان خاطر احنا النور بيقطع عندنا الصبح. يعني انا النور على ما بيجي بتكون الساعة 1:30 1:15 الظهر. فهعمل حاجتي امتى وهسوي الحاجة امتى فانتوا فاهمين يعني اليوم اصلا بيتاخر معايا بسبب النور. فبحب بالليل كده اروح عامله لي ايه كام حاجه يعني. فقلت خلاص ابتدي كده بالليل. طبعا انا عندي التوم دوت، شلت العروش بتاعته كلها. العروش ده يعني حماية جايبه من البلد، تمام، حماية جايبه من البلد فناشف شويه يعني كده. فشلت العروش بتاعته كلها، والكام بصلايه اللي كانوا فايضين من النص كيلو بنتي جابته عملته، حطيتهم قصدي عليهم. وقلت انضف كده ايه الحته دي، واشوف برضو طلباتي اللي انا هبقى اجيبها من السوق. وكده انا عندي يعتبر الرف بتاع اللي هو يعتبر التربو بتاعي دوت فاضي. انا ما عنديش تربو، انا عندي الاتنين باسكت دول انا حاطه فيهم ايه، او الاتنين سبت دول انا حاطه فيهم الحاجه بتاعتي كده. المهم مسكت بقى كده الرخامه، شلت كل اللي عليها. قلت عشان خاطر انضفها، يعني الرخامه بتاعتي كبيره شويه. فلما بقى دايما حاجات مطبخي ضيق، بس المطبخ الخشب كبير يعني وطويل مطول يعني كده. فلميت بقى كده كل حاجه، وجبت الاسبونشه وجبت صابون وميه وخل، وابتديت بقى ايه احط كده احطهم كده على بعض. وابتديت بقى هغسل دلوقتي الجزء ده كله اللي ورا. عايزه اقول لكم ان الاسبوعين اللي فاتوا دول الناس كتير كانت بتشتكي من عندها في كده هاموش في المطبخ. والناس اللي متعرفش الهاموش هو الدبان الصغير، فكان عندي كنت بتضايق منه قوي قوي، وخصوصا لما باجي انور النور ده فكنت بلاقيه ايه يجمع في الجزء اللي فوق. فكنت بحاسه ان هو موسخ لي الحيطه بصراحه وقرفني كده وبتضايق. وكمان حاجه تانية ان انا لما بعمل كده بحس ان المطبخ بيتنفس والله العظيم، والسيراميك والحاجه دي بحس ان هي بتتنفس كده ريحه نظافه. فبحب قوي كده يعني ان انا ايه اول باول كده اشيله. طبعا انا عندي هنا الرخامه الجزء اللي من ورا ده مكسور، فوقع يعني، فروحت حاطاه كده ايه على جنب. قلت بقى ايه على ما انضف. طبعا انا كنت بنضف الجزء بتاع السيراميك، وبعد كده ابتدي بقى انضف الرخامه من تحت عشان خاطر اكون مرتاحه وانا بنضف، وكمان في التصوير. الحامل ده ما بيتخلعش لان المسامير بتاعته يعني احنا دقينها تمام، فما بتتخلعش. لو كانت اتخلعت كنت غسلت طبعا تحت الحنفيه وغسلت تحتيه بشكل افضل يعني من كده، بس الحمد لله خدت راحتي فيه. خلي بالكم كده من الكهرباء، وامسحوا كده اول باول على طول عشان خاطر الميه ما تدخلش في الكهرباء. الجوانتي ده جايباه من قبل رمضان عشان خاطر كنت هستخدمه في التنظيفات ونسيته خالص، بس بصراحه النهارده عجبني قوي ونفعني قوي. كنت لابساه كده في ايدي اليمين، وبعد كده رحت قلعاه ولبسته في ايدي الشمال. بقيت بقى ايه اغسل بايدي اليمين وامسح على طول بايدي الشمال، فحلو قوي قوي. وانا بقى مش عايزه بلبطه ولا ميه ولا دنيا كده وكركبه، انا يا دوب كده يعني نظافه على السريع.
ف وهو ما فيهوش يعني دهون اللي هي محتاجه ميه كتير يعني. هو يا دوب كده بالاسبونشه والخل بصراحه والصابون السائل حلوين قوي قوي قوي. وبالجوانتي دوت ابتدي بقى امسح كده وانشف على طول جزء جزء، ما باخدش الحيطه كلها. وبعد كده بمسح بقى في الاخر، لا هلاقي الحاجه لزقت، الصابون لزق على الحيطه جزء جزء كده. وابتدي بقى انضف على طول. فعايزه بقى اللي اول مره يشوفني ما ينساش اشترك في القناه ويعمل لي لايك على الفيديو دوت عشان فيديوهاتي توصل لاكبر عدد من المتابعين ان شاء الله. وعايزاك كده تتابعي الفيديوهات القديمه كمان عشان تزودي لي عدد الساعات عشان اقدر اخلص شروط اليوتيوب. فاضل لي رقم يعني كده، رقم حلو يعني، فربنا يسهل الحال يا رب العالمين، لان الساعات ابتدت تتخصم مني. فده حاجه مزعلاني قوي قوي والله. مع بقى انا تعبانه ومش قادره اعمل فيديوهات كتير. يعني انا لما سالت في الموضوع ده قالوا لي لازم تعملي فيديوهات كتير و يعني يعني المفروض كل يوم فيديو، وانا مش قادره والله يعني بصراحه. يا دوب انا بعمل يوم ويوم لا، وفي اوقات بعمل بالثلاث ايام والله مش عارفه اصور فيديو، بكون تعبانه يعني. فربنا ييسر الحال كده. المهم جيت هنا بقى كده بعمل بالاسبونشه، فبنتي فاتة سبيح كانت واقفه جنبي، وكل ما اعمل عملت بالاسبونشه كل شويه تقولي اعملي تاني يا ماما. هي اللي بتخليني اعمل بالاسبونشه كده، اضغط عليها والصابون ينزل. اعملي تاني يا ماما، اعملي تاني يا ماما. فقلت لها ماشي. فكنت بعمل لها بقى عشان ايه، انا وهي واقفين في المطبخ بنسلي بعض يعني. فكانت واقفه بقى جنبي وكده، فكنت بسليها بالاسبونشه يعني. المهم خلصت كده بقى، كنت خلاص الرخامه وفي جزء كده من الرخامه هناك كنت بصور، وطلعت الكاميرا ما يعني مش بتصور يعني. فالمهم خلصت كده الرخامه والحيطه اللي فوقيها، ودخلت بقى على الحوض. قلت انضف الحوض الاول، كان عندي حبه مواعين قلت اغسلهم. وبعد كده بقى ايه عشان اخلي الحوض فاضي، لاني لو غسلت حاجه الحاجه بتاعه البوتاجاز هغسل الحاجه اللي انا لميتها من على الرخامه. فاخلص الاول من المواعين. مسكت بقى كده المواعين كلهم غسلتهم بقى، وابتديت بقى كده ايه يعني اخلص الاول من الكوبايات وبعد كده المواعين. احلى حاجه الحله بتاعه الحوض لما تكون كبيره عشان خاطر تحطي المواعين فيها كلها، يعني كل المواعين بتاعتك تحطيها في قلب الحوض. ولو حله واسعه كده تحطي فيها المعالق، تحطي فيها الاطباق. وتحط لها ايه اللي هو بقى ايه على ما انت ما تخلصي كده حاجه وراكي تبصي تلاقي بقى ان انت ايه الحاجه دي لانت يعني معاكي وكده. والحوض الحله الواسعه بتاعه الحوض بتلم المواعين كلها. فيبقى جنبك بقى الرخامه بتاعتك فاضيه، حتى لو الرخامه بتاعتك صغيره. المهم يعني تكون الرخامه كده فاضيه، اللي هو انت بتغسلي المواعين وتركني عليها. ف يعني حله الحوض بجد الواسعه احلى بكتير من الصغيره. تمام. هبتدي بقى كده اغسلهم خالص وانضفهم واخلي الحوض معايا نضيف، لاني هستخدم الحوض كتير قوي النهارده. طبعا المحشي برضو يعني بياخد مواعين وكده. فبيكوم يعني مواعين ومعالق وحاجات كتير يعني بتتكوم. اصلا احنا وقفتنا في المطبخ بتخليكي كل شويه تسحبي معلقه، المعلقه وقعت في الارض تروحي واخده معلقه ايه غيرها. اهو شغاله بقى عمال تسحبي بقى كده معلقه حله طبق مش عارفه ايه. فتبصي في الاخر تلاقي حبه مواعين بقوا عندك قد كده. المهم مسكتهم بقى كده غسلتهم. بصوا الحوض اهم حاجه الحوض عندك يكون فاضي من اي حاجه. يعني انا حتى لو الحوض عندي في اي حاجه، لا ببتدي الاول انضف الحوض، يعني اطلع المواعين كلها من الحوض وابتدي بقى اشيل لو في قشرة بصل لو في حاجه كده اهو موجوده في الحوض بشيلها كلها. وبعد كده برجع ارص المواعين كلها بقى على النظافه، عشان خاطر وانا بشطف المواعين الحوض معايا ما يتسدش. لان بصراحه لما بيبقى في حاجه كده في الحوض او الميه مش ماشيه كويس في الحوض يعني بتبهدل الدنيا وبتغرق لي الدنيا. فعلى ايه انا اصلا كده كده عندي الحله بتاعه الحوض من الجنب بتخر. فهتلاقوني جايبه انا حاطه لها القماشه اللي هناك دي. فربنا يسهل ان شاء الله. وهعمل ايه هبقى اظبط الدنيا ان شاء الله باذن الله يا رب. ربنا بس يسهل الحال كده. المهم بقى كده بعد ما خلصت المواعين بتاعتي جبت الحاجه كلها اللي كانت على الرخامه، المجات بقى والحاجات دي كلها غسلتها عشان ما بشربش حاجه قوي في مجات الايام دي مثلا، ولا شاي بلبن ولا نسكافيه ولا الحاجات دي كلها. فاتركنت بقى المجات كده فشكلها يعني انا زعلانه عليهم، زعلانه عليهم والله قوي. اتبهدلوا الفتره دي. مسكت كده الورد البلاستيك ده الاول غسلته لان لقيت عليه دهون وتراب وكده. ابتديت برضو كده اغسله برضو حطيت خل وعصرت نص ليمونه على الصابون وميه والصابون يعني السائل. وابتديت بقى كده ايه اغسلهم آه
اغسلهم بقى كلهم، كل حاجه بغسلها بحطها ورايا ايه عشان خاطر تتصفى. انا في الفيديو ده مش هرص الحاجه دي لان كان الوقت خلاص اتاخر يعني، وانا كنت يعني سهرت قوي يعني، فقلت خلاص كده مش هلحق بقى ارص يعني باقي الحاجه النهارده ولا انظم حاجه، لان كنت خلاص والله تعبت جدا وهدومي كانت غرقت ميه. وكنت لسه همسح المطبخ لان الحوض عندي بينقط ميه تحت الحوض، فكنت لسه بقى ايه عايزه امسح المطبخ يعني وكده. فقلت كفايه بقى عليا يعني كده، بقى باقي المطبخ بقى اعمله بقى تاني يوم ان شاء الله كده لما اصحى. فقلت خلاص اصفي الحاجه لغايه تاني يوم. ده كده كان يمكن 4 الفجر تقريبا، فكنت يعني خدت وقت كبير قوي يعني. المهم نضفت كده كل حاجة وظبطتها حتى علبة الملح وكل حاجة. والعلبة بتاعت المعالق برضو دي شلت المعالق والشوك اللي فيها، هي كانت نظيفة، شطفتهم بس كده وابتديت برضو ايه اغسلها هي كمان. العلبة دي حلوة قوي. بصوا هي نظيفة بس هي فيها علامات يعني كده بتفضل فيها على طول. دي اللي هي بيبقى فيها جزء من تحت بيتخلع عشان خاطر بتتصفى. بصوا انا كنت عايزه اخلع الجزء اللي من جوه ده، بس لقيته ان هو مش بيتخلع خالص، كان نفسي اغسلها من جوه بس ما عرفتش بصراحه. فانا بحط فيها المعالق بالمقلوب وبغسلها من تحت. المصفى دي حلوه قوي ان هي بتصفي الميه لو في نقط ميه ولا حاجه، بتصفيها من تحت وبتخلع الجزء اللي من تحت ده وتغسليه. فهي حلوه بقالها عندي يعني كام سنه وكده. بس ايه بقى يعني هي عيبها ان انا ما بعرفش اغسلها يعني من جوه، بس لكن هي اصلا عمليه وحلوه. والكاتل برضو كده كان بقالي يعني كام يوم ما بستخدموش، مبقتش استخدمه قوي دلوقتي لما بشربش يعني حاجه، فبقيت بستخدمه بس لو محتاجه ميه سخنه لحاجه، وما بعملش لجوزي فيه حاجه لان مش بيحب الكاتل، فاستخدمي فيه يعني قليل. الملاحه دي حلوه قوي بس الجزء الابيض ده ده حديد وصدى وبقى يقشر، فلما بمسكها كده واجي احط منها في الاكل فبلاقيه يطلع في ايديا، فقلت خلاص مش هستخدمها تاني. والجزء المصدي ده بيتشال اصلا وبيترمي، فجيت اشيله لقيته لزق، فقلت مش هستخدمها بقى تاني غير لما افك الجزء ده يعني، عشان الصدى دوت، وده اوحش حاجه بصراحه الصدى وبيجيب امراض وحشه يعني. فقلت خلاص مش هستخدمها خالص كده. انا عندي منها 2 فممكن استخدم التانية ودي اشيل بس الجزء الابيض كده اللي فيها. وجبت الكسترات دي برضو نفس الحكايه كده، غسلتها ونضفتها وخليتها برضو كده زي الفل، وهصفيهم برضو. وحتى العلب برضو بتاعت الشاي والسكر، العلب دي كانت الواحده ب5 جنيه، وكنت جايباها في فيديو المشتريات معاكم، وكانت حلوه جدا. اخواتي عايزين اجيب لهم منها، بس الراجل ما نزلش منها تاني، وانا كنت عايزه اجيب 2 3 تاني. حلوه قوي بصراحه وعمليه، كانت الواحده ب5 جنيه في الغلا اللي احنا فيه ده، الواحده ب5 جنيه. يعني مفيش حاجه ب5 جنيه دلوقتي. في منها بس ايه معاهم حامل، فالحامل وهم 4 تقريبا او 3 مخلينهم غاليين قوي، فالحامل اصلا مش عملي يعني. فقلت لا مش عاجبني ومش هجيبها، تقريبا كانت عامله 85 95. فعلى ايه على 3 ولا 4. فقلت لا خلاص انا مش عايزاها، استنى لما ينزل تاني. الراجل قال لي في ناس كتير بتطلبها وهبقى انزل منها تاني. ده الجزء اللي ورا البوتاجاز برضو كده، قلت ايه اخده برضو معايا كده اهو، وامسح برضو كده ايه بالفوطه، ادعك وامسح على طول بالفوطه وما اخليش اي حاجه. وخلوا بالكم من الكهرباء، ان هنا كنت بدعك الكوبس بس بصراحه ما نضفتوش كويس قوي يعني برضو. عشان ايه؟ عشان الكهرباء يعني. وهنا برضو جنب البوتاجاز، جنب البوتاجاز اللي بيبقى فيه كله دهون بصراحه، ورا البوتاجاز بيبقى نضيف شويه، لكن جنب البوتاجاز هنا اي طرطشه برضو بتكون عليه برضو ده بيكون موسخ قوي، فغسلته برضو كده كمان معايا عشان خاطر ابقى بحافظ على نظافه المطبخ اول باول. يعني تنظيفة العيد بقى احنا لسه منظفينها وطالع عيننا فيها وتعبانين فيها، فما نضيعهاش كده هدر، لا نخلي ايدينا دايما في المطبخ عشان خاطر يعني تعرفين المطبخ بقى بيبقى كله دهون بصراحة، وغسيله متعب، وبهدلته متعبة مهما كان المطبخ صغير، بس بيكون متعب جدا والله لان بيبقى كله دهون يعني. البوتاجاز برضو ظهر البوتاجاز كده مشيت عليه برضو، قلت يعني ايه ينوبه من الحب جانب برضو، مش هنحرمه من النظافة. والبوتاجاز بقى هو اللي كان متبهدل متبهدل خالص، انا يدوب كده مسحت بالفوطه الحاجه اللي كانت عليه من فوق بس كده يعني، نضفتها ولميت كل اللي عليه. وبعد كده بقى ايه جبت الطبق كده اللي كان فيه صابون وخل وميه والسبونشه، ومشيت كده على العيون كلها غسلتها. ويعتبر غرقت البوتاجاز عشان خاطر يتنقع يعني، عشان الدهون اللي كانت فيها، خصوصا العين اللي هناك خالص دي الكبيره كانت متبهدله قوي قوي يعني. فمشيت عليه برضو كده
ويعتبر نقحته، يعني نقحته غرقته. طبعا لسه ما غسلتش الظهر من فوق، بس قلت ايه احط على العيون كده الاول، وابتدي بعد كده آه اخد بقى الجزء اللي من فوق بقى عشان امسحه على طول. اكتر حاجه بتنور المطبخ البوتاجاز لما يتغسل، او الرخامه مثلا تكون رايقه. بس انا عندي البوتاجاز ده لما بيكون مغسول كده بحس انه عامل لمعه كده في المطبخ بصراحه، منور المطبخ كده، مشرف المطبخ كده بصراحه. ويبقى ليكي نفس كده تقفي عليه، تبقي تغسلي تعملي اي حاجه، او تغسلي ايه تطبخي عليه، تعملي اي حاجه. اول لما تغسليه وتلمعيه وبعد كده تعملي لك بقى فنجان قهوه كده، يظبط دماغك، يا تحسي ان هي مكافاه كده. المهم انا جيت بقى هنا جبت برضو الحوامل، بحب اغسلهم على البوتاجاز قوي، باخد راحتي فيهم كده لما اثبتهم، وابتدي بقى ايه اغسلهم. لو عندك الحوامل فيها دهون جامده قوي، هاتي سترس او اي حاجه او باور او اي حاجه بتاعه الدهون دي، ورشي عليهم وسيبيهم كده ايه قد ربع ساعه. يا اما تفتحي الميه السخنه وصابون، وتروحي بقى تعملي ايه تنقعيهم في الحوض، في يعني تقفلي الحله بتاعه الحوض بالسداده بتاعتها، وتحطي ميه سخنه كده وصابون، هيبتدي برضو يلين معاكي الدهون. فبرضو يعني الطريقه دي برضو حلوه، لكن انا بغسلهم على طول ما بيبقاش عليهم دهون جامده يعني. خلصت بقى كده فوق، ونزلت برضو خدت ايه الجزء اللي معايا تحت ده، برضو ابتديت كده ايه انضفه خالص، والم كل الصابون اللي معايا ده، اشطف القماشه وارجع تاني اخد من الصابون دوت والم معايا الصابون كده. فالحمد لله يعني ربنا يقوينا كده حبه نشاط وقلت مادام جالي النشاط انا مش هقعد ولا هكسل، هقوم اخلص كده كل اللي ورايا، لان بجد المطبخ كان مضايقني جدا جدا جدا، من اكتر الحاجات اللي بتضايقني في المطبخ، لاني انا اصلا مطبخي ضيق فبتضايق منه قوي، فمش يبقى متبهدل بقى وضيق وغيظني من كله يعني. فيا رب فيديو النهارده يعجبكم، ويا ريت ما تنسونيش باللايك ودعمكم ليا، بجد انا في امس الحاجه لدعمكم ليا. فيديو النهارده طويل شويه، بس بجد كله نشاط وطاقه وحيويه بجد كده، وانا فرحانه جدا بالفيديو بتاع النهارده دوت، ان انا قدرت اقوم اتنشط واعمل الحاجات اللي ورايا، ونظفت بيتي ونظفت المطبخ، انا مبسوطه جدا. يا ريت بقى الفيديو دوت ما تضيعوش تعبي كده على الفاضي، وارفعوه باللايك، اهم حاجه ترفعوه باللايك، ويا ريت بقى لو هتبعتوا لاصحابكم بقى وتشيروه كده. مشاهده كامله بقى للفيديو بقى، يعني بالله عليكم بقى. هو الفيديو طويل سامحوني، بس هو ما كانش هينفع غير كده، ما كانش هينفع الفيديو يكون غير بالطريقه دي بصراحه. طبعا لازم بقى نكافئ معانا الحنفيه والحوض والرخامه، لازم ايه ننضفهم برضو هما التانيين كده، وندعكهم ضحكه حلوه. تمام، وان اروح انا بقى كده بعد كده امسح الارضيه واروح اغير، لاني كنت اتبهدلت ميه، اتبهدلت بجد ميه، ما ينفعش اشمر وانا بصور. فالحمد لله يعني، والجو حر بقى وكده وانتوا عارفين، فما تضيعوش بقى تعبي على الفاضي. فعايزه لايك جامد جدا 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 للفيديو ده، فرحوني كده بلايكاتكم بقى وبالكومنتات بتاعتكم، ويا ريت تكتبوا لي انتوا من انهي بلد، لاني او من انهي محافظه، لاني بفرح جدا جدا لما بتكتبوا لي انتوا من محافظه ايه او من بلد ايه، وبفرح قوي قوي لما بلاقي حد من خارج مصر بيتفرج عليا ومتابعني، حبايبي طبعا اللي متابعني من العراق ولبنان ومناطق كتير والله العظيم، وبيكتبوا لي كده في التعليقات، وببقى فرحانه جدا كده. الحاجه دي كنت بصفيها كده على فوطه كبيره لغايه الصبح ان شاء الله ابقى انضفها. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.